هي دي بلدك يا باشمهندس. احنا اصلا شعب لا بتاع مزيكا ولا نيله. يا باشمهندس هتوحشنا. الكلمة اللي بتتقال لأي حد بيتكلم في السياسة دلوقتي، أنا شخصيا اتقالت لي كتير، ويا سلام بقى لو معاه شوية تهديدات كده، بس أنا ما بخافش، ما بتهددش مهما جات لي تهديدات. بس بصراحة يا جماعة الفترة اللي فاتت دي أنا حاسس إن أنا جيت على السيسي قوي، يعني تريقة على الفيسبوك، شتيمة على تويتر. يا جماعة الراجل ده ما يستاهلش كده. الراجل ده راجل طيب، راجل حنين، راجل مؤدب محترم، اذكى واحد في العالم دي كلها. عبد الفتاح السيسي راجل محترف، عنده كاريزما، وطني. السيسي مقاتل، واثق الخطوة يمشي ملكا، ملاك اصلا، ده مش انسان بشر زينا. انا بحب السيسي. وانا بحبك انتي. وبعدين لازم يا جماعه كلنا نحب السيسي، مش عشان موزه بتحبه، لا، عشان مكنه، راجل مكنه شغل. في سنه واحده عمل لنا مشروع العالم كله بيتكلم عليه، مشروع هيغرق مصر دولارات. عمل لنا مشروع قناة السويس الجديدة، هدية مصر للعالم. يا سلام على قناة السويس، بقعة أمل في مستقبل هذا الوطن. ده التحدي زي ما اتقال، تحدي الإرهاب، نصر على الارهاب. تعيط وانت بتشوف القناة. قناة السويس دي لما تشاهد جغرافيا، انت بتغير في الجغرافيا. قناة شوف طلع، شوف مساحة قد ايه. عايزين بكره ان شاء الله، وده اللي احنا عرفناه، يبقى في حاجه اسمها الزغروطه الموحده. اخيرا الناس فرحت يا جدعان. الواحد كان نفسه كده يبقى موجود ويفرح زيهم، بس ملحوقه ملحوقه. احنا نجيب حد من الناس اللي حضرت الاحتفال يحكي لنا ايه اللي حصل، نساله عملت ايه لما شفت مشروعنا العظيم هديه مصر للعالم، عملت ايه لما شفت قناه السويس العظيمه. ركبت طشت مواجدي وعبرنا طشت مواجدي لحد مكان الاحتفال، ونزلت من الطشت حضرت الاحتفال. احنا بنجدف جوه الطشت وبنغني، الطشت قال لي ما اعرفش ايه. عايز افرش، اجيب الحصيره كده اهو، حصيره انا بقول اهو حصيره، واقعد قدام الميه وتقعد تفرد جسمك كده اهو، اخر متعه في الدنيا. حصيره وطشت، هو ده تعليقكم على مشروعنا العظيم؟ يا جماعه احنا حققنا حلمنا، عملنا المشروع اللي هيدلعنا، هديه مصر للعالم، والعالم يعني دولارات، والدولارات يعني اقتصاد، والاقتصاد يعني بورصه، والبورصه اساسا قايمه على ايرادات قناه السويس. بصوا من الاخر كده، المشروع ده هيخلي ايرادات القناه تضرب زي الصاروخ. تراجعت ايرادات هيئة قناة السويس. تراجع ايرادات عبور قناة السويس. تراجعت ايرادات قناة السويس. يعني مشروع فشل؟ طب والناس اللي صدقت واشترت؟ طب والقرموطي اللي زغرت؟ لا يا جماعه، احنا لازم نبدا بالراجل الطيب ده. بعدين انا مش عايزكم تقفشوا عليه كده في كل حاجه، يعني هو كرسي في اوله بيبقى صعب. طبعا انا عايزكم تحبوا البلد، تبقوا مواطنين شرفاء كده. بصوا انا عايزكم تحبوا مصر زي الراجل ده. اسلم ايدك يا سيسي، اسلم يا جاج بلادي، نموت وتحيا مصر، انا فداك يا بلدي يا مصر. اهو ده بيحب البلد. وبعدين انتوا فاكرين الرئيس هيسكت على المشروع اللي فشل ده؟ ده حالف طلاق لا يلبسنا هدوم جديده. الرئيس قعد مع اصحابه وفكر كويس وعمل لنا مشروع العالم كله برضه هيتكلم عليه. خش يا عم الحاج. العاصمة الإدارية الجديدة، المرحله الاولى اللي هي هتقام على حوالي 100 كيلو متر مربع، هتاخد المرحله الاولى دي بس حوالي 2 مليون نسمه، هيكون فيها حوالي 6-7 آلاف مدرسه، هيكون فيها مطار دولي اكبر من مطار هيثرو، فيها فنادق 40,000 غرفة فندقية، وفيها مستشفيات 18 مستشفى، وفيها مدارس 2000 مدرسة، وفيها شركات. كل شركات الدنيا هتكون في المكان ده. ايوه بقى، عاصمه اداريه جديده، مستشفيات جديده، مدارس جديده، حاجه كده افتخر بيها قدام ولادي وانا بقول لهم احنا عملنا العاصمه الاداريه الجديده الناجحه. العاصمة الإدارية الجديدة الفاشلة، وهذا مشروع فاشل، ومفيش حاجة اسمها عاصمة إدارية جديدة. جرايه يا سيد، هو الراجل ده محسود ولا فقري ولا احنا اللي فقر ولا البلد دي معمول لها عمل ولا في ايه بالظبط؟ مفيش مشاريع بتنجح خالص. اسود. بصوا يا جماعه اختصارا للوقت كده، احنا هنخش في المشروع اللي جاي على طول عشان تعبت من بصراحه. احمد موسى بيتعب يا راجل. مشروع المليون وحده سكنيه، أكبر مشروع في تاريخ مصر وأكبر مستوى العالم. مجتمع عمراني متكامل بمعاهده الدراسية أو مدارسه، أماكن للعمل والحرف المختلفة، أماكن لممارسة الرياضة والترفيه وهكذا. عاملين تصميم لمدينة حديثة، مجمعات سكنيه فيها مستشفيات ومدارس ودور عباده. ده لمحدود الدخل، شقق لمحدود الدخل، للشباب اللي محتاجين يشوفوا فرصة شقة نظيفة. الزتونه بقى كلمه المشاريع، جبت لكم مشروعين وفشلوا عشان شايلكم المشروع ده للاخر. حاجه لينا احنا كده، لناس الغلابه والشباب اللي زينا، شقه نظيفه وبسعر يناسب محدود الدخل. مين محدود دخل اللي بياخد معلش أنا آسف يعني 3000 جنيه؟
والله حقيقي في محدود دخل بياخد 3000 جنيه. يا عم مشيها يا عم، ما تحبكاش، انت جاي تنبر في المشروع اللي هينجح وبعدين معاهم 3000 جنيه، انت معكش 3000 جنيه ازاي؟ هي مليارات قناه السويس ما توزعتش عليك ولا ايه؟ وبعدين عشان ما تنبرش فيها يا اخويا، ما حدش عارف لسه المشروع ده هيتنفذ اساسا ولا مش هيتنفذ. هيتنفذ مش هيتنفذ، هيتنفذ مش هيتنفذ. هجيب ورده بقى، اتنفذ قرابتك مش هتنفذ، اتنفذ قرابتك مش هتنفذ، اتنفذ قرابتك مش هتنفذ، لحد ما تجي اخر واحده مش هيتنفذ. طب لحد ما نعرف بقى هيتنفذ ولا مش هيتنفذ، احنا عايزين الرئيس يعمل لنا مشروع حلو كده يريحنا من اللي احنا فيه، مشروع يمحي الماضي الأليم ونبدأ على نظافة. مشروع الضبعة النووي، المشروع النووي المصري بمنطقة الضبعة. نووي حلو قوي مشاريع لحد كده، بعدين كفايه طلتك علينا يا ريس، هنعوز إيه تاني يا جماعه؟ عندنا السيسي وبناكل وبنشرب، داخلين في مصيبه مياه، جفاف مائي في مصر. مصر عندها عجز شديد في المياه، عجز مائي حقيقي في مصر. انت عماله يا اثيوبيا يا اللي لسه بنت امبارح زي ما بيقولوا، عماله تبني لي في سد هيقطع عني الميه. حتى اثيوبيا هتحط علينا؟ طب الميه وراحت مننا، الاكل بقى يا ريس مش هناكل؟ مش هناكل ما ناكلش، هنجوع يعني نجوع، ايه المشكله يعني؟ لا مفيش مشكله يا ريس، يعني لا هناكل ولا هنشرب. بس صحيح ومش كان في مؤتمر اقتصادي وفي فلوس بقى ورز وبتاع، قال انتوا لميتوا كام في المؤتمر ده؟ تجاوز حجم الصفقات في مؤتمر دعم وتنميه الاقتصاد المصري 100 مليار دولار، 175 مليار دولار، 170 مليار جنيه، 97.5 مليار دولار. كل المليارات دي وهنجوع؟ لا يا جماعه، بس اكيد الفلوس دي ما اتصرفتش على الارض، اكيد الريس جاب لنا بيهم حاجات مفيده. قولوا لنا الريس جاب لنا ايه؟ رنجة، عصير مانجا، جمبري، ولاعات ب 12 مليون جنيه، كاجو، لبان، لوز بالقشر، لبان للمضغ، لوز مقشر، صلصة طماطم 11 مليون، بيض وعسل. 10 مليارات دولار سنويا هو حجم الإنفاق على المنشطات الجنسية. بنضرب 10 مليار دولار على المنشطات الجنسية؟ ليه يا اخوانا؟ صحتنا راحت فين؟ ايه اللي بيحصل في البلد ده؟ اكيد في حد بيعبث في مقدرات الوطن. ما تبطلوا بعبثة بقى. ايوه اللي بيحصل ده غريب يا جماعة، انا شاكك ان يكون في حد بيخطط لتدمير البلد دي، اكيد في مؤامرة على الوطن. مؤامرة. نحن في مؤامرة كبرى. ايوه لازم نقول ان في مؤامرة، علشان ما قلناش ان في مؤامرة يبقى احنا اللي فشلة، وده ما ينفعش. الطيارة الروسية مؤامرة، السياح المكسيكيين مؤامرة، الطالب الايطالي مؤامرة. بس عارفين المشكلة في ايه؟ ان مفيش مؤامرة بتنجح من غير اهمال، يعني برضه احنا فشلة. المصيبة بقى ان السيسي ده الرئيس الوحيد اللي معاه شرطة، جيش، قضاء، اعلام، برلمان، مفيش معارضة وفلوس زي الرز، وفي الاخر فشل. بس عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان البلد دي عمرها ما هتقوم على رجليها غير لما فعلا يمسكها راجل عسكري. اشوفكم على خير. بس قشطه اتاخدت. فقط فكت يا ابن الفقريه. يلا امسك.